السلام عليكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من يا ابن اللعيبه. فلو فتحت الفيديو يا ريت تنزل تدوس لايك وتعمل سبسكرايب لو لسه ما اشتركتش في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والنهارده بقى الاهلي رابع مره في تاريخه يفوز ببرونزيه كاس العالم، وتالت مره في اخر 4 سنين كمان، وانجاز كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي بالذات الجيل ده. يعني كلنا كنا بنتغنى بجيل ابو تريكه وعماد متعب وبركات، كانوا خدوا برونزيه واحده بس الجيل ده لازم ياخد حقه ان هو خد 3 برونزيات. فلا يعني الصراحة لازم يعني نشيد بيهم ونديهم حقهم أكتر من كده. فيعني لا، جيل عمل كل حاجة وجاب بطولات كتير جدا للنادي الأهلي، والنهاردة بقى في مباراة صعبة جدا قدام فريق منظم وسريع جدا، بس فريق ساذج جدا وبيسيب مساحات كبيرة جدا في دفاعه. يعني بيضغطوا لقدام بس سايبين نص الملعب وراهم فاضي، وحارس مرمى الصراحة متواضع جدا. يعني ده مش حارس مرمى فريق كبير أبدا، بس الحلو إن الأهلي قدر يستغل بقى كل الأخطاء دي وقدر يهدد مرماهم النهاردة كتير جدا، وقدر يسجل هدفين كمان علشان كان عامل الضغط المباشر وعالي جدا. احنا بنشوف في لقطه يعني هدف بيرسي تاو بالاخص، يعني الاهلي ب5 لعيبه ضغط على 4 منهم بس في الدفاع. فلا الاهلي النهارده قدر يلعب معاهم صح، وكالعاده كولر بيذاكر صح وبيعرف يلعب على التكتيك الصح. مدرب عالمي يا جماعه والله. فلا النهارده الاهلي لعب مباراه كبيره، وشفنا هو ياسر ابراهيم بقى في اول هدف كمان بيجيب 3 اهدافه في كاس العالم للانديه بقى، ويبقى زيه زي سيرجيو راموس، يعني من المدافعين الهدافين في العالم كلها. فلا عاش يا ياسر ابراهيم والله، انتقدناك كتير الفتره اللي فاتت، بس انت جيت يعني فتحت صفحه جديده مع الناس كلها في البطوله دي، فبحييك وباداء عالمي في البطوله دي الصراحه، ومن نجوم البطوله من وجهه نظري. يعني باداؤه غطى على محمد عبد المنعم احسن مدافع في القاره. فلا برافو ياسر ابراهيم، وكمل بقى على كده، مش عايزين بقى الكيرف ينزل تاني من الفريق كله. حلو كمان النهارده ان احنا بنشوف النادي الاهلي النهارده يعني في التلت الهجومي ب7 و8 لعيبه، فكان في يعني شراسه هجوميه كبيره جدا، ودي اللي قدرت تخلص لك الماتش قدام فريق سريع جدا. فانت كنت لازم تضغط عليه الضغط ده علشان يعني ما تدروش الفرصه انه يعرف يعمل عليك تحولات سريعه، لان هم سرعه جدا. ونيجي بقى لعلي معلول ملك الزغلول، لا لعيب يا جماعه تقيل قوي، وبيثبت يوم عن يوم انه من اهم اوراقك الرابحه مهما كبر في السن. فلا النهارده مباراه كبيره جدا من علي معلول. ضيع البينالتي بس هو شايطها وحش وكل حاجه، بس مش مهم، كان قبلها جايب الجون اللي هو اتحسب اون جول، بس احنا هنحسبها لك على لولو، ما حصلش حاجه يعني. وانما بقى الجون الفاول بقى، ويعني وبيفكرنا بذكريات ابو تريكه في كلاب امريكا المكسيكي، وجون عالمي الصراحه، حطها له يعني في مقتل زي ما بنقول. بس بص الحكمه بقى كانت حاطه الخط فين، يعني الحكمه يعني على عيننا وعلى راسنا، بس انتوا مالكوش في الكوره او في السوكر بقى عشان انت جايه من امريكا، فحاجه تفطس من الضحك الصراحه. واللي عجبني اكتر بقى يعني كل الناس كانت بتحتفل بعلي معلول بعد الماتش، يعني كل الفرقه قاعده بتحييه على المباراه دي، وان هو يعني بيسجل اهداف مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. واضح ان كان في ضغط عالي قوي على علي معلول الفتره اللي فاتت من ساعه البينالتي اللي ضيعه في سان داونز، كلنا كنا شايفين تاثره بالقصه دي. وهو احنا شفنا يعني علي معلول، انا خدت بالي قبل كده من تصريحه في برنامج الكابيتانو، بيقول لك لا انا مش عايز ابقى مدرب عشان انا ما بحبش اضايق حد. فده يبين لك قد ايه هو يعني شخصيته طيبه، وممكن ما يكونش بيستحمل الضغوطات او انه يبقى يضايق ناس كتير. فنتمنى بقى ان البطوله دي تكون انطلاقه بقى للفريق كله، واعاده الثقه واعاده يعني التفاف اللعيبه حوالين بعضها. والنهارده بقى اللي عجبني اكتر ان اول واحد نزل جري على علي معلول بعد الماتش كان هو كريم الدبيس، اللعيب ده اللي يعني اللي هيستلم الرايه ان شاء الله من علي معلول. في ناس بقى تقول لك فتوح ومحمد حمدي، لا انا شايف ان احنا نجدد لعلي معلول سنه سنتين، وبعد كده يتولى القصه بعديه بقى كريم الدبيس. فلا يعني 2 لعيبه على اعلى مستوى الصراحه. فانا النهارده بقى عايزين نحيي الفريق كله الصراحه، كنا نفسنا نوصل للنهائي، بس يعني قدر الله ما شاء فعل، واديك اهو بتفوز بالبرونزيه الرابع مره في تاريخك، وتالت مره في 4 سنين، انجاز صعب قوي حد يحققه. وفي اخر بقى شكل البطوله دي، البطوله الجايه هتبقى صعبه جدا، فمحتاجين بقى لسه عايزين نتكلم في اخر الفيديو على قصه احنا محتاجين ازاي نعد نفسنا للقصه دي. بس بقى اللي عاجبني قوي في النادي الاهلي انه بقى عنده شراسه كبيره جدا هجوميه وتوازن دفاعي. انت يعني في البطوله دي انت عامل اكتر من يعني كتشانسز كرييشن في ال3 ماتشات، عامل في اول ماتش 6 وفي تاني ماتش 6 والنهارده شفنا 7. فلا يعني انت عندك 19 فرصه كنت ممكن تسجل منهم، سجلت 7 بس يعني كنت لو كان عندك بقى فعاليه هجوميه اكتر من كده كنت ممكن تسجل اكتر من ال19 فرصه دول، وكنت هتبقى في حته تانية خالص في البطوله. بس يعني لا عايزين بقى نشتغل على الموضوع ده، وبحيي اكتر كولر انه قدر يعمل المنظومه النادي الاهلي دي فريق مرعب لاي فريق قدامه والله يا جماعه. بس لولا عدم التوفيق وعدم ان انت ما عندكش مهاجم يخلص لك الفرص اللي انت بتعملها دي، فلا الاهلي كان هيبقى في حته تانية خالص. كنا هنشوف الاهلي في مبارياته
فرقته يعني الافريقيه بقى وفي الدوري بيكسب بسكورات كبيره، لانه فعلا بيعمل كميه فرص كبيره جدا. مش اي فريق بيعرف يعمل كميه الفرص دي في الماتشات. بس والله حاجه تفرح جدا يعني ان الواحد بيبقى كسبان ببرونزيه وما عندوش يعني الفرحه الكبيره قوي دي من النادي الاهلي، ان اللعيبه دي عرفت تعلي سقف طموح الجماهير بتاعتها لاعلى مستوى قدام ابطال العالم. فده في فرق يعني لو كانت جابت جون في كاس العالم للانديه كانت هتعمل عليها فرح لسنين جايه. فلا يعني الصراحه يعني احنا فخورين ان احنا عندنا فرقه قويه وبتنافس بالشكل ده قدام يعني ابطال العالم كلها، ان كان بطل اسيا ولا بطل السعوديه ولا بطل الكوبا امريكا. الحمد لله والله على نعمه النادي الاهلي، وانه قد ايه بيقدر يشرفنا ويفرح كل المصريين. بس محتاجين بقى يعني كاداره محتاجين نشتغل على السكواد اكتر من كده بقى الفتره الجايه. انت داخل بقى ان شاء الله السنه الجايه كاس العالم المجمع اللي هيبقى فيه 32 فريق في امريكا، فيعني هيبقى قدامك 16 فريق جاي من اوروبا. فاحنا محتاجين تدعيم، ولازم تبقى ذكي في تدعيماتك، مش لازم تجيب لعيبه غاليه وخلاص. ادينا شفنا الناس اللي بتجيب لعيبه غاليه وخلاص بيحصل فيهم ايه. فيعني لا يعني عايزين نشوف احتياجاتنا ايه ونجيب اكتر لعيبه تقدر تخدم منظومه كولر الناجحه جدا. الراجل ده هي دي ورقتك الرابحه الاولى والكبيره جدا، انت لازم تحافظ عليه اول حاجه تعملها. فلا محتاجين نحافظ على كولر، محتاجين نشوف طلباته ايه ونحاول نساعده بلعيبه تقدر تنفذ له اللي هو عايز يعمله في الماتش يعني. وانا شايف ان لازم تدي فرصه اكتر من كده لكوكا في نص الملعب، يعني اثبت انه لعيب عالمي ولعيب تقيل قوي. شفناه النهارده كمان اتلغى له جون بالهيد، يعني هو لعيب قصير وجاب لك جون بالهيد. فلا يعني كوكا محتاج فرصه كامله في وسط ملعب النادي الاهلي، وهيقدر يثبت ان هو قدها. النهارده بنشوف يعني في البطوله دي بقى بنشوف كمان مروان عطيه بيقدم اداء خرافي. يعني لفت نظر ارسن فينجر في اللجنه الفنيه للفيفا وسالوا عليه، قالوا اللعيب رقم 13 ده كان فين قبل ما يروح النادي الاهلي، وازاي ما كانش في المنتخبات الشباب. لعيب بتوب كواليتي في نص الملعب. فلا عاش مروان عطيه، انت قدرت ترجع لمستواك تاني. فلا برافو النهارده يعني بطوله خرافيه من مروان عطيه، بطوله اكتر من رائعه من محمد الشناوي وياسر ابراهيم بقى اللي ما خدش حقه الفتره اللي فاتت دي. لا عرف يرجع لمستواه تاني ويتحسن. يعني من القليل قوي لما بنشوف ياسر ابراهيم في ادائه بيغطي على محمد عبد المنعم. فلا فالثلاثه دول بالاخص عاملين بطوله جباره الصراحه. معاهم طبعا محمد هاني اللي يعني بيستنى كاس العالم للانديه. هم 3 ماتشات في السنه مع محمد هاني، بس يعني لا محتاجين بقى. احنا عارفين انت عندك استمراريه بس دايما بتشيل اخطاء الفرقه، بس لا عايزين المستوى والحماس ده يبقى موجود في الماتشات كلها من الفريق كله. النهارده بنشوف امام عاشور رجل المباراه واستحقها النهارده، اكتر واحد كان واخد الدولز 1 الالتحامات مع اللعيبه او الثنائيات، قدر يكسب النهارده اكتر من 9 ثنائيات. فلا دي حاجه كويسه جدا من امام عاشور. ابتدى يخش بقى في جو كاس العالم للانديه. اول ماتشين تحسه كان مخضوض، بس هو بقى هيتعود على الاجواء مع النادي الاهلي ان شاء الله. وكل ده احنا عايزين بقى يعني نعد الفريق، ومن اول يناير الجاي لازم نعد الفريق للبطوله الكبيره اللي جايه. انت هتلاعب بقى يعني بطوله فيها سوكسي كبير جدا للنادي الاهلي وكل اللعيبه اللي موجوده. فمحتاجين بقى ان احنا نشوف يعني السكواد بتاعنا اقوى من كده ومتكامل اكتر من كده بكتير. محتاجين مهاجم راس حربة صريح يعني يخلص لك اغلبيه الفرص اللي انت بتروح عليها يعني باعداد كبيره جدا. دي اهم حاجه لازم تشتغل عليها الفتره الجايه، وتشوف بقى هتطلع مين من اللي موجود وتجيب حد مكانه. فلا النادي الاهلي ان شاء الله قدامه فرصه يعني انه يقدم يعني نفسه ويقدم صوره كويسه للكره الافريقيه. النهارده بنشوف موتسيبي كان فرحان بجوان الاهلي اكتر من محمود الخطيب. فلا انت تشرف وانت تفرح الناس اللي انت بتنتمي لهم. فلا يعني عايز اللعيبه تبقى فخوره بنفسها، ولازم بقى نبني على القصه دي ان هم راجعين على بطولات تاني. احنا ابتدينا الموسم بطريقه وحشه جدا، بس نتمنى بقى ان البرونزيه دي ترفع من روحهم المعنويه وتعيد لهم الثقه تاني، ان داخلين بقى على ماتشات الدوري تاني وبطوله افريقيا. واللعيبه هي دي رايحه مسافره الامارات على طول بقى، والحلب الكروي اللي هم شغالين فيه ماتشات وماتشات ورا بعض على طول ما بيلحقوش ياخدوا نفسهم. اللعيبه هي دي مسافره على طول يعني بطياره خاصه بقى الحمد لله. يعني دوله الامارات عرفت توفرها، بدل ما كانوا هيوصلوا لحد الصبح هيوصلوا بكره ان شاء الله على طول عشان يعملوا بقى سيشن التصوير ويعملوا الاعدادات بتاعتهم، ممكن يريحوا كمان بكره. فلا يعني الحمد لله ان هو ايه يعني قصه الطياره الخاصه دي هتوفر لهم حوالي 12 ساعه راحه كده. فدي حاجه كويسه. وهيبتدوا الماتش يوم الاثنين وان شاء الله نكسب سيراميكا، ونروح ماتش يوم الخميس قدام بقى اللي هيكسب من بيراميدز وفيوتشر. وان شاء الله نقدر نفوز بالبطوله دي، تبقى راجع ببرونزيه وبطوله كاس السوبر للابطال. تفوق بقى وتبتدي على نضيف كده زي ما بنقول، ويبقى عندك ثقه وعندك التفاف تاني، الفريق كله يبقى ملتف تاني حوالين بعضه. فان شاء الله القادم افضل للنادي الاهلي. فلو عجبك الفيديو يا ريت تنزل تعمل لايك وتدوس سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.